لما تكون في الدار لا ترفع صوتك أبدا حتى لا يسمعوك. هاي الكلمة حكاها أب لابنه لما كانوا قاعدين ببيت جدهم، وهذا الشاب فعلا عاش حياة مريرة بسبب هاي القصة. كان في مخلوقات ساكنة معه بالبيت وقاعدين يراقبوه ويسمعوه بكل كلمة كان يحكيها. فإذا حابين تعرفوا القصة للنهاية فبتمنى تشوفوا هذا الفيديو للآخر. روح أجيب لك فنجان قهوة وخليك معنا. مرحبا يا اخوان، كيف حالكم؟ وجيتكم اليوم بفيديو جديد. اذا ما بتعرفني فانا شام، بنزل على اليوتيوب اي موضوع يخطر على بالك. فاذا حبك المحتوى بتمنى تشرفنا عليه وتشترك بالقناة وتحط لايك للفيديو، وخلينا نفوت بالقصة. طيب، قصتنا اليوم لشاب اسمه أحمد، عمره 20 سنة. بيحكي هذا الشاب: كنت أنا وعيلتي ساكنين ببيت قديم، بالأساس هو كان لجدي. كان دائما في قواعد وأوامر ونواهي لازم إنه نلتزم فيها بهذا البيت، أو لازم إني أنا التزم فيها، ويجبروني أهلي إني التزم بهي الأوامر. وكانت غلطة أحمد بهي القصة إنه اتبع فضوله وما رد على نصيحة أهله. وكان من بين التنبيهات اللي كانوا ينبهوه إياها إنه ما يرفع صوته أبدا في البيت. ولما يسألهم ليش، يجي أبوه ويحكي له: عشان ما يسمعوك. وكل ما يحكي لهم: مين هدول اللي ما يسمعوني؟ يقولوا له: خلص انت ما دخلك. هذا الاشي طبعا احمد ما عجبه بالمرة، ما كان بيعرف ليش يتقيد بهيك اوامر او نواهي، وهو ما كان داري مين اللي يسمعوه مين اللي ما يسمعوه، وليش انا قاعد اتقيد بهيك اوامر. ما كان يفهم اشي، لانه اهله بكل بساطة ما كانوا شارحين له الموضوع ابدا. ومن بين التنبيهات او القواعد اللي كانت عليه انه ما يتأخر ابدا لما يرجع عداره، يرجع بدري ويرجع بوقت مبكر. بيقول: ضليت كل فترة طفولتي قاعد اتقيد بكل هي الأوامر والقواعد، رغم اني لما صرت شاب صارت متطلباتي اكثر وصارت تزداد. فعلى سبيل المثال اني هسه صرت شاب لازم اني اروح اطلع مع اصحابي واسهر معاهم، وعلى الاقل اني اتأخر عن البيت، ما ارجع كل يوم بدري. وبلشت شوي شوي اتمرد على هاي القواعد اللي اصلا بالبداية ما كانوا شارحين لي اياها، وما كانوا مبينين شو السبب من وراها ابدا. كان البيت اللي هم قاعدين فيه طابقين اثنين، ومسموح له انه يدخل لجميع الغرف الا غرفة واحدة ممنوع يدخلها ابدا، وهي الغرفة كانت موجودة عند المدخل الاساسي للبيت. الا انه اجاه الفضول انه يكسر هاي الاوامر ويحاول يدخل للغرفة هاي. المهم جاب مفاتيح الغرفة وراح فتح باب الغرفة. طبعا هون بيحكي: يا ريت الغرفة ما فتحت. أول ما فتح الباب شاف كثير من الناس قاعدين يطالعوا فيه ويطلعوا عليه نظرات غريبة كثير. قول: أول ما شفتهم على طول ارتعب وراح أغمي عليه وفات بغيبوبة. أول ما إجا أبوه واطمن على حالته حكى له: دير بالك كنت قاعد تنزل للدرج. فكر إنه أغمي عليه إنه كان ينزل للدرج ووقع، بس هون الابن حكى له إنه أنا ما أغمي عليه لأنه نزلت عن الدرج، وإنما فت الغرفة هاي. وابوه حكاله: هي اخر مرة بتفتح الغرفة هاي، وخلاص حكاله: هي اخر مرة ولا تفتحها ابدا، ولا ترجع تحاول انك تفتحها وتفوت عليها. المهم مرت الايام، ابوه اجته سفرة من السفرات وطلع. وهون حكى الابن: اني حاولت اتقيد بالاوامر والقواعد اللي امرني فيها، وحاولت اني اتقيد فيها وما خلفت اي وحدة منها، لكن بيوم من الايام انقطعت الكهرباء. وللاسف انقطاع الكهرباء كان على نزولي بالدرج. المهم بعد ما انقطعت الكهرباء راح احمد على غرفته ونام. لما نام شاف بمنامه انه في حفرة كبيرة من نار، جواها اطفال كمان من نار، واشكالهم كانت كثير مرعبة، وكانوا يحاولون انه يجروه عندهم. والمهم بعد ما كان مفزوع اجا عجوز وحمله وطلعه منها، رغم انه الكائنات كانت تصارخ انه بدهم اياه، لكن اجا عجوز وسكر الحفرة وحمله وطلعه. لما حمله وطلعه راح وداه لغرفته. وهون احمد استيقظ مرعوب وظل يتساءل شو سبب هذا المنام اللي شافه، لكن اللي توصل له انه اخر يوم دخلوا على الدار فات متأخر، ومن قواعد البيت طبعا انه يفوت بدري وما يتأخر. حكى: خلاص من بعد اليوم بعد الساعة 10 بالليل مستحيل اني اتأخر، واذا تأخرت ما راح ادخل للبيت، راح ضل برا ورح اقضي الليلة
برا. وبلشت طبعا معه الأحداث الغريبة تزداد يوم بعد يوم، وبلش يحس أحمد إنه هو مراقب من أحد أشخاص. المهم إجا اليوم اللي بعده، ولما إجا وحط راسه ونام شاف بمنامه بنت حلوة وريحتها عطر، وطبعا في المنام إنه هي البنت رفعت السرير فيه وضربته ضربة انكسرت ايده منها. والغريب في الموضوع انه لما صحي بالحقيقة عن جد ايده كانت مكسورة. واول ما صحي راح نادى امه، ولما امه سمعته بالقصة ما صدقته وصارت تضحك عليه. وتطلع على السرير كان على ما يرام وزي ما هو وكل اشي على ما يرام، لكن ايده كانت مكسورة. حكى من شدة خوفه، حكى خليني اغير الغرفة اللي انا قاعد فيها، بركي الغرفة الثانية بتكون احسن. ولما راح للغرفة الثانية لقى فيه ظل اسود قاعد يلعقه. واول ما شفته غمضت عيوني حتى اني اشوف كويس، بس راح ضربني كف واختفى مرة واحدة. وهون الشاب فعلا عصب وفقعت معه وحكى خلص ضل مستمر يعني، وراح دخل للغرفة واخذ قراره انه يظل بالغرفة. لكنه استغرب بوجود الغرفة مليئة بالرسومات الغريبة، وهي الرسومات كانت مرسومة على الحيطان وما كان بيعرف مين اللي رسمها. وكان في مجموعة من البشر كانت مقطعة على الأرض، وكان في مخلوق نصفه إنسان ونصف وجهه معزة. وأول ما شفت هالمنظر وحاولت إني أتراجع وأطلع برا، إجا هذا المخلوق وضربه على ظهره، وهذا اللي سبب له تقوس بالظهر. وبيحكي هذا الإشي ما تم علاجه لآخر حياته هو ضل مصاب بظهره. بيحكي خلاص هذا البيت ما إله حل غير إني غيره، والإشي اللي قاعد يصير خلص يعني بطل يتحمله أبدا هو وعيلته. المهم راح أخذ بيت تاني وانتقل عليه. أول ما دخل على البيت التاني كان سعيد جدا إنه ارتاح من هي الأشياء الغريبة والغامضة والمخيفة اللي قاعدة تصير فيه، وإنه خلاص هسه خلصنا وبطل في إشي مخيف. لكن للأسف بعد فترة قصيرة الأشياء اللي كانت في البيت الأول رجعت عنده على البيت الثاني، والأصوات نفسها صارت تخاطبه، ويحس إنه دائما هو مراقب من قبل أشخاص ثانيين، وظل عايش على هي الحالة طول حياته، وللأسف ما تخلص منها أبدا. الصراحة التجربة اللي جربها أو العيشة اللي عاشها جدا مرعبة، وما بعرف هل حيكمل حياته بسلام ولا حيأذوه أكثر من هيك. فشو رأيكم انتو بالقصة؟ وإذا كنت مكانه شو ممكن انك تعمل؟ وهي كانت قصتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم، وإذا عجبتكم بتمنى تحط لايك واشتراك وتتفضل على حسابي بالانستغرام. وإذا بدكم أي موضوع ثاني إني أتكلم عنه بتمنى تكتبولي تحت بالكومنتات، وإن شاء الله إني رح أعمل عنه فيديو. أشوفكم على خير ودمتم في رعاية الله. سلام. Multiple SWAT units responding code 3 to CP at 127th and Adelaide. Barricade situation.